الشاعر والموسيقار والرسام عبد الله محمد الفرج الدوسري يعد شخصية مفصلية في تاريخ الكويت، وجعله الدكتور خليفة القيان نقطة انطلاقة أول عدساني للشعر في الكويت، على خلاف ما ذهب إليه البعض من جعل الطبطبائي هو نقطة الانطلاقة. الكلام عنه يتطلب الكلام عن عدة فنون، لأنه رجل كما وصفه القويعي صاحب تراث الأجداد متعدد المواهب. تكلم عنه المعاصرين له مثل يوسف الجناعي ومثل المرحوم مشاري الروضان في برنامج تاريخ صفحات من تاريخ الكويت، وترجم له المعاصر له عبد العزيز الرشيد في مجلة الكويت عام 1928 بعد وفاته تقريبا بأكثر من 25 سنة. فذكر بأنه ولد لوالد ميسور الحال وثري ثراء فاحش جدا، وأنه لا يوجد له إخوان وكان وحيد والده، فعاش مع والده في الهند عند تجارة والده. ولد في الكويت 1837 أو 36، وعاش يعني عندما وصل إلى 17 سنة راح مع والده للهند لمتابعة تجارة والده، فكان مرافق الوالده، فدخله يعني المدارس وجاب له أفضل المدرسين، فتعلم اللغة الإنجليزية وغيرها، واحتك في يعني مجلس والده بنخب الوطن العربي اللي يتواجدون في الهند وغيرهم. فترك له والده ثروة عظيمة جدا. ذكر عبد العزيز الرشيد بأن الناس قالوا الوالده حط عليه وصي لا يبدد الثروة، فقال هذا لو يطحنها برحى يوميا تكفيه حياته كلها. فصدق ظن يعني الناس اللي وصوا والده، لأنه بدد الثروة هذه وتبدل حاله من الثراء الفاحش إلى الفقر المدقع. طبعا ذكروا أسباب، منهم مشاري الروضان قال لأنه يعني مثل ما سأل سيف الشملان قال شنو سبب تبديد الثروة؟ قال الفساد، يذكرون أنه يولع السيجارة بنوط، وذكروا أنه يسخن الشاي بنواط، لكن هذه يوم سئل عنها يوسف الجناعي قال هذه خرابيط ما لها يعني صحة. كذلك يذكرون عنه جوانب غير الشعر، جوانب الموسيقى، فذكر يعقوب الغنيم في كتابه الأزمنة والأمكنة عن ألحانه وعن ابتكاراته في الألحان وتأثر بعض ملحنين اليمن وغيرها من الأقطار بألحانه، وأن ألحانه ظلت متوارثة وذات تأثير في الوطن العربي. وتوسع كذلك الدكتور خليفة القيان عندما نقل عن الموسيقيين اللي كتبوا في تاريخ الموسيقى، وكذلك أشاد في موسيقاه الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم. وتكلم كذلك الدكتور خليفة القيان عن جوانب من يعني مواهبه، منها جوانب الرسم، واللي أشار إلى أن خالد الفرج الذي طبع ديوانه عام 1919 قال وجدت في بيته يعني آثار وكراسات عليها السلم الموسيقي وفيها تعليقات له تؤكد علمه في السلم الموسيقي واطلاع على المقامات وإدراكه إدراك بعيد جدا لتفاصيل هذه العلوم. وأشار كذلك بأنه تحسف على غياب لوحاته، وأعظمها اللوحة اللي رسم فيها نفسه عن طريق المراية، كان يشاهد نفسه في المرآة ويرسم نفسه، فقال حرقها بعض الناس بسبب أنهم يرون حرمة مثل هذه الأمور. بعد ما تبدل حاله من الثراء الفاحش إلى الفقر المدقع، أخذ يذهب إلى المسؤولين الكبار ويثني عليهم، من ضمن اللي رحل لهم سلطان نجد في زمانه محمد عبد الله الرشيد، فأثنى عليه ثناء عطر. لكن يوسف الجناعي تأسف إلى أن ابن رشيد ما أعطاه عطاء يليق فيه، وأشار سيف الشملان بأن ابن رشيد ما يعني قدر حق قدره، يعني ما عرف قدره. والحقيقة أن ابن رشيد معذور، لأن في ذلك الزمان وإلى عهد قريب كان ينظر لأصحاب الغناء واللي يدقون عود ينظر لهم نظرة يعني احتقار من قبل المجتمع، فلعل ابن رشيد ما احتفى فيه بسبب اشتهاره في مثل هذه الأمور. فقال قصيدته الشهيرة اللي يقول ما حلا النظم المسطر كالعقود والسلام اللي كما الدر النضيد، مدح شيخ مودع الدنيا مدود، سارت الركبان بذكاره تشيد، ما خفى من طالعه نجم السعود، ولد عبد الله محمد بن رشيد ميمر تتلاه قوم كالأسود، باسهم في وقت اللقى باس شديد، سل بني عتبة العتوب وسل عنها السعود، والخليفة قاطبة والبو سعيد، وانشد العربان قطان العدود يخبرونك عنه بالعلم الوكيد، عن ربيع الضيف، عن ريف الوفود، عن ذر الملهوف، عن ملجأ الطريد، عن عظيم مودع الدنيا مهود، ومع سهود ما يكوده ما يريد. بعدين يشير إلى عزوة ابن رشيد يقولوا بسناعيس يبيدون الحشود، حسبهم يا ما يضدون الضديد، قاطبين حول من يوفي الوعود، من يهابه كل جبار عنيد. لكن مثل ما ذكرنا ابن رشيد ما أعطاه، وأثنى على السلطان عبد الحميد يقولون أعطاه عطية طيبة، ومدح بعض ولاة الأتراك في البصرة وعطوه يقولون عطية جزلة. بعد ما تبدل حاله إلى الفقر واليسر يقولون أصبح
يعني عند أسرة النعمة بالبصرة، واللي قامت فيه قومة طيبة إلى آخر أيامه. وكذلك يعني له قصيدة قيل بأنها يعني الواحد من المحاربين بالصريف من القيان، لكن رجح خالد غير الباحثين اللي علقوا على ديوانه بأنها له، وقيلت بعد معركة الصريف، وكان فيها شاهد على أحداث الصريف، وأن لم يكن حسب علمي حضرها لأنه كان طاعن في السن. فمن ضمنها يقول: نحمد الله عد وبل الغوادي، رب مالك الأملاك، رب البرايا، من تقصنا مثل نقص المعادي، في نهار الكون يوم الرماية يوم جانا. يشير إلى عبد العزيز المتعب الرشيد، يقول: يوم جانا يزجي البل حادي، قدمها المسيوق ينخط طنايا. وهذه أشار سيف شملان في كتابه من تاريخ الكويت عندما التقى الرجال اللي شاركوا بمعركة الصريف، من ضمنهم محمد حمادة العجمي، يوم يقول: قهرنا جيش ابن رشيد أكثر من مرة، خصوصا حضر الكويت هم اللي ردوا جيش ابن رشيد أكثر من مرة، وذبحوا سالم ولد حمود العبيد الرشيد ومهنا ولد حمود العبيد الرشيد، وصوبوا ماجد، وذبحوا في نيسان وجليدان المروف. فيقول يوم ردوا على عبد العزيز المتعب الرشيد قال: ايش فيكم؟ قال: كسرونا، حنا معانا رماحهم بواردية. قال: الرخ نوره، هو يعتلي الخيل ويقود الناس. فكان فعلا يقول ينتخي، يقول ابن حمادة رأيته على إحصانه يصيح وينخى، يحرق قلبي يا هاللبدة يلي على الموت دلاقة، المدح تستاهل عبده والصيح حماية الساقة. فكان عبد الله الفرج شاهد على مثل هذه الأحداث، وأكد رواية ابن حمادة في قصيدته اللي قالها آخر أيام، وقيل أنه توفى بعدها بشهر. من ضمنها اللي يقول: دون أبو جابر على مبارك الصباح، دون أبو جابر سراج النوادي، نرخص الأعمار لو هي غلايا ربعي. بعدين يفتخر بأهل الكويت، يقول: قومنا العيلان خطلان الأيادي، ما يهابون الموت خوف الشنايا، علمهم بين الحضر والبوادي، تطلب العليا وتأبى الرزايا أو كذا. يعني فله يعني شوارد شعرية جمعها من ضمن جمعه حمد الحقيل في معين الباحث، من ضمن أبياته الجميلة اللي فيها معنى جميل، اللي يقول: من يطلب العليا فيصبر على الراش، يعني اللي يبي معالي الأمور لازم يصبر على يعني أمواج الحياة. فيقول: من يطلب العليا فيصبر على الراش، هذا وما كاد أوله هان تاليه. وهذه من المعاني الجميلة اللي طرقها يعني الشعراء، من ضمنهم المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتال. ففعلا يعني مكارم الأخلاق والمعالي الأمور تطلب صبر وتضحية. فهذه إطلالة سريعة على شخصية مفصلية تناولها كثير من الناس، وحفظت ألحانه بسبب أحمد البشر الرومي، اللي أشار في كتابه أن سبب حفظ لها أن بعد ما توفى تقريبا 1900، وقالوا 3 وقالوا 2 وقالوا آخر 1901، أنه كان من ضمن المقربين له المطرب خالد البكر، فكان يحفظ ألحانه، وحفظ عن خالد البكر حفظها أخوه يوسف البكر. فكان أحمد البشر الرومي يتردد على يوسف البكر ويتناقش معاه عن ألحان عبد الله الفرج ويسمع منه، فكان يقول له: أبيك تسجل وكذا. فكان يرفض. بعدين يقول: توه الشيخ الله يرحمه جابر علي جايب مسجل عام 1900 تقريبا 52 و 53، فيقول: خذيت المسجل وشريت أشرطة ورحت ليوسف البكر وقلت: أبيك تسجل لي ألحان عبد الله الفرج اللي سمعتها من أخوك خالد البكر. يقول: فرفض. بعدين سجل. يقول: لما سجل سمعته المقطع، فيقول: اندهش. قلت له: ايش فيك؟ قال: والله كأني أسمع أخوي خالد الله يرحمه، هذا كأنه صوت أخوك. قال له: هذا صوتك أنت. يقول: فتشجع، فقام يسجل الألحان، وإلى أن يعني يقول جيت على ألحان كثيرة وحفظتها. بعدين يقول: خففت عنها الحمل لأنه تمرض ومات 1955. فكان أحمد البشر الرومي يعزوله كثير من الناس الفضل في حفظ ألحان خالد عبد الله الفرج، اللي حتى ذكر صاحب هذه بلادنا الجبيل أن لا زالت الشرقية يعني تتغنى في الأعراس في الماضي بألحان المطرب الكويتي عبد الله الفرج. فكان يعني رجل متعدد المواهب، ورجل يعني يعتبر نقطة انطلاقة في أمور كثيرة، منها الشعر والأدب في الكويت، منها الموسيقى في الخليج، منها الرسم التشكيلي، ومنها يعني مواهب متعددة. فكانت نهايته مثل ما ذكر يوسف الجناعي ومشاري الروضان في صفحة تاريخ الكويت في البصرة عند أسرة النعمة، اللي اعتنت فيه آخر أيامه، وتوفي على ما قيل 1901 نهايته أو 2، أو رجح الرومي بأنه 3. فرحمة الله على عبد الله محمد الفرج الدوسري.